السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مطبخ أم خولة. اليوم إن شاء الله غادي ندير لكم مملحات بالعجينة المورقة، غادي نديرها على طريقتي. يلا مع بعض نشوفوا طريقة التحضير. غادي نبدأ أول شيء غادي نبدأ بالحشوة. غادي نقترح عليكم يعني الحشوة اللي غادي أنا نديرها، لكن نتوما لكم الاختيار أنكم تبدلوا كما تبغوا. إذا غادي نجيب المقلة، غادي ندير فيها واحد 2 ملاعق زيت. غادي ندير بصله كبيره هكا ربيتها، غندير شويه ملح وغادي نديرها فوق النار حتى تذبل. اذا ها هو البصل تاعنا ذبل، غادي نزيد له 2 حبات جزر غير باش نزكي الحشوه تاعي الا ما كانش عندكم بزاف اللحم المفروم. وغادي نضيف الكميه تاع اللحم المفروم اللي عندي، ونخلط المكونات وغادي نزيدها فلفل اسود. طابت لي غادي نزيد لها كميه من الزيتون الاخضر اللي كنت نقعته في الماء، بدلت له الماء 3 خطرات حتى اللي ولا حلو. وغادي نزيد لها شويه تاع جبن مبشور غير باش تتعلق لي هاد الخلطه. اذا ها هي، ونديرها في اناء ونخليها تبرد حتى اللي نحضر العجينه. اذا غادي نبدا لكم العجينه المورقه، غادي نديرها لكم على طريقتي. اذا شا عندي 2 كيسان تاع فرينه، كل كاس فيه 150، يعني عندي 300 غرام فرينه. ندير قرصه ملح، ها هي. عندي هنايا كاس هذا ماشي مملوء، شوفوا الا اصبع، هذا فيه 200 مليلتر. اذا غادي نبدا نلم هذه العجينه. هذا الماء عادي، يعني ما ساخن، ما من الثلاجه، ماء عادي. اذا نبدا، انا غادي نديره كامل ونبدا نلم العجينه تاعي. اذا هذا النوع تاع الفرينه اللي ما تشربش غادي نزيد ملعقه فرينه 30 غرام، ملعقه كيما هكا فرينه 30 غرام، ونلم العجينه تاعي حتى نتحصل على عجينه متماسكه، حتى نتحصل على عجينه كيما هكا متماسكه. اذا كانت النوعيه تاع الفرينه اللي عندكم اللي ما تشربش الماء، تقدروا تزيدوا حتى 3 ملاعق. المهم تكون عندكم عجينه كيما هكا، ما تكونش تتلصق وتكون كيما هكا. اذا غادي نبدا نخدم بها مباشره. اذا ندير شويه فرينه ونبدا نفتح في هذه العجينه. اذا راني فتحتها، شا عندي هنا؟ عندي 250 غرام زبده التوريق، وغادي نبدا نربيها في هذه الجهه الغليظه هكا على كامل السطح. اذا نبدا نقفلها بهذا الشكل. اذا قفلتها بهذا الشكل، اذا غادي نجيبها هنا بشكل طولي. غادي نعاود ندير شويه فرينه وغادي نبدا نفتح فيها بهذا الشكل. تاكد ان كاع الهواء ما فيهاش لداخل. شوفوا هذا الهواء نتخلص منه. اذا ها هي، غادي نطويها على 3. اذا بهذه الطريقه، 1 و2، ونسي ان هنا ما نقردش يعني هاد الطيه ما نقردهاش، ونسي اني نديرها مربعه باش يجيني التوريق نيشان. الفتحه راهي منا، ها هي الفتحه راهي منا. دائما هذه الفتحه ندورها على يدي اليمنى بهذه الطريقه، ونعاود نفتح هذا المربع. هذه العمليه غادي نديرها 7 مرات. يعني هنا ها هي 1
راني درت دوره واحده، هذه يسموها دوره واحده. اذا ندير الفرينه غير باش نتاكد انها ما تلصقليش. كما قلت لكم الفتحه دائما على اليد اليمنى، ونبدا نفتح فيها غير بشويه. راني كملت 7 دورات. ها هي العجينه تاعي، شوفوا ما هي تتلصق، ما راهي نقدر نخدم بها مباشره. اذا الليمون عندي هنا رقم 70 ورقم 80، دير نفس العدد تاع الحبات، كيما ندير 70 ندير 80. اذا ها هي اذا راني قصيت الحبات، وهاد الزوائد اللي بقاو ما نعجنهمش، نديرهم فوق بعضهم. اذا نجيب دائره كبيره نفتحها شويه بيدي غير شويه، ونجيب دائره صغيره كذلك، ندير شويه بياض البيض، ندير شويه من الحشو، ونقدر بهذه الدائره الكبيره نديرها فوق الدائره الصغيره، ونضغط غير بشويه. بهذه الطريقه نضغط باش تتبلع لي ببياض البيض. ونقدر بهذاك المول الصغير نعاود نسقدها. وها هي الحبه تاع المورقه تاعي. اذا انا غادي نديرهم في الصينيه، غادي نكمل جميع الحبات ونعاود نولي لكم. اذا راني ثقبت الحبات كاع من التحت كيما هكا باش الهواء يخرج وما ينفتحوليش من الجوانب بهذا الشكل. وعندي هنا صفار بيض، زدت له هذاك البياض اللي بلعت به، وغادي ندهنهم. كنت شعلت الفرن كاع قبل ما نبدا نشكل. اذا ونديرهم على درجه حراره 190 حتى يدوا اللون الذهبي من التحت، ونشعل عليهم من الفوق، ونعاود نرجع لكم في طبق التقديم. اذا وصفتنا اليوم اللي هي مملحات بالعجينه المورقه هي حاضره امامكم. العجينه تجي خفيفه، تجي مقرمشه جدا جدا. ها هي نوريها لكم، شوفوا الشكل تاعها كي طابت. ها هو التوراق، نحلها لكم ونوريها لكم من الداخل كي جات. شوفوا القرمشه، سمعوا. اذا ها هي، شوفوا لاباط كي جات خاويه. ها هي، ها هو الشكل تاعها، يعني ها هو التوراق. نطفي الضوء باش تبان لكم غايه. اذا ها هي، ها هو التوراق تاعها، وجات لداخل خاويه وخفيفه. ها هي ما تجيش تقهم. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه لانها يعني حقيقه رائعه المذاق.
اذا نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. هذه الوصفه كانت اول وصفه في سلسله مملحات شهر رمضان ان شاء الله اللي غادي نقدمها معكم. نتمنى انها تكون نالت استحسانكم ورضاكم، وان شاء الله يدخل عليكم شهر رمضان المبارك بالصحه والستر ليكم والعائله الكريمه ان شاء الله يا رب. اذا شنو نقول لكم اخواتي، لا عجبتكم الوصفه ديروا لي لايك واشتراك في قناتي قناه ام خوله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء.